بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لعلمائنا الأموات، وأن يطيل أعمار الأحياء منهم أجمعين. اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب، وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، واجعلنا من كمل أولي الألباب، واسقنا من محبتك أعذب شراب، وافتح لنا من الخير والسعادة والبركات كل باب، واحفظنا من الزلل في القول والنية والعمل يا تواب. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية. فمرحبا بكم مع درسنا الأول لبداية منظومة حافلة ماتعة في السيرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. وهذه المنظومة المسماة الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة علي ابن محمد ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 792. كبجمتوتا أمتا كينيا، أمة إسلاما بكجرتا هندتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوني درسي كينا كان جلقبا درسي ترباني الرا، أكما بيكمو درسين تربان الرا أكا جلقبمو إن شاء الله تعالى ميديا كان الرتي لهاتوني نيادة ما. درسين كينا كهرآكوني درسي جلقباتي، واني نتي جلقبو دفلنه جلقب الرد علومني لفخان الرجران باي إيدا علمي هدوت لفخان الرجرا سنكيسا أشرف العلوم وأعزها وأسناها علمي قدا علمي الآن كاني نمني وان إني جراتوف إساته سيرة رسول عليه الصلاة والسلام، حياة أمتا كنا كنته نبي محمد، أدمس إساني سوچي إساني كأمس إساني تيفي قهمس إساني بحسب الاستطاعة أنقا دند أمين جلق أبرت كتابة وإسينا رسول أفكيستي متأنفتو منظومة قبابدو إن شاء الله تعالى. ربيني نهاوفقو إسن اللي نما الرافي دمو، ربين إسن هاتاسسو إسنين جتشام. كتابني نتهر جلقبو الآفتينو كتاب واهي علمي قدادت إشارة قوتو بيكمس قدادت علمي قداني رسول عليه الصلاة والسلام حياة إساني قوتون بيكمس علمي حركاته وسكناته فيها علوم بيكمس قدادت كيس جرا. كناف كتابني تينة النتي الرجل قبنو الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. أكن جتي ما أحسن اسمها. نمني كتابتنا برس ولدتي قبي نظمي منظومتي ديبسي بكمان ابن أبي العز الحنفي علي ابن محمد ابن أبي العز الحنفي. بعدي وروتا كتابة كنرى بحثي قلنيها سين نمني كتابتنا نظمي جدي ابن الشحنة والرجل تجره، لكن المشهور أنها لابن أبي العز الحنفي رحمه الله
تعالى رحمة واسعة. منظومان تني أكما بيكمو كتاب ابن كثير رحمه الله تعالى كتاب إساء قباب ستي فصول إساء ولتده ستي أسنو قبي ستي أكما جلق أبا بيتي لما فائرت شيخ إبسن وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. فصول كتاب جدم ابن كثير قباب سمتو إسيتي إسرى قباب سمت وانجد نوفه ميجرة. كتاب ابن كثير الفصول في سيرة الرسول كتاب جدم كتاب قدادا أكما بيكم ابن كثير العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير صاحب التفسير أبا كتاب منظومة قياها الآن تجلق ابن كناف شيخ إساءة بيكما ابن أبي العز الحنفين درسا ابن كثير كناف جتشا كتاب نتوني أكنا شيخني رحمه الله تعالى ابن أبي العز الحنفين نما تاريخ قدا درجة قدا قبو طبقا حنفية كيستي سينا نساء سرت دبتما نما سينا قدا قبو كتاب نساء المبارك المتداول بين الناس المتداول بين الناس جدون ما تتكن ددبر فماجرو شرح العقيدة الطحاوية إسجد أمسن نمني قبيسي لفكاية أبا منظومات نتقوياها رآتنا إسنين جدا إن شاء الله تعالى منظومات نتك التي لا يوسين. قال الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار. بدأ الناظم رحمه الله تعالى منظومته هذه بالحمد لله. الحمد لله جتشو الآن انجلق أبي أبان كتاب منظوماتنا فارو ربي تنجلق أبي لأنها مبدأ كتاب الله تعالى قرآن ربي ونن التنجلق أبامي الحمد لله رب العالمين. كناف إن اللي تأسيا بكتاب الله تعالى الحمد لله جتشو الآن جلق أبي. الحمد لله القديم الباري. الحمد لله قست فارو هندي شفت فارو لا ربي افتاتو سبحانه وتعالى. الحمد لله علي استغراقيات عن فدو إساتي قست فارو هندي لله ربي افتاتو القديم الباري ربي سبحانه وتعالى قديم انتهى. ربي الأول الذي لا بداية له جلق أبت أمورا قبنه ربي كان سبحانه وتعالى جلق أبا جراتا آخرا قبو كناف القديم جئ دبته. الباري أكسما ربي سبحانه وتعالى أماته أي الخالق بغير مثال سابق. فكين يوهير على اللتو ملت ربي أماته فارون كإساتي. القديم جتشون كوني صفة ربيتي سبحانه وتعالى. الله جتشون كوني مكازاتاتي واني إني الله درسيف قديمة. القديم جتشون در الله جدي دبته جرا مالف جنان صفة در ذاته درس كناف جتش مقا ذاتا الله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. القديم صفة ربي سبحانه وتعالى. الباري ربي أكسما أماته الخالق بغير مثال سابق. فكين يتكرر لالته الأمالتي كأوماته ججو. لكن المصنف الناظم رحمه الله تعالى لو قال القدير لكان أولى. بك سلا قديم جدو كان أسو القدير جدي سلا مناسبة بك كان أفقبه. قديم غاف جدي الباري جتشو هنتره
القديم الباقي جتشو تري مالف جنان قديمي وني والفدة مال إني باقيت والفدة الحمد لله القديم الباقي أسلا كناف جتشا الحمد لله القدير جدي قدير في دتويو بك كانت أولاتها جدا شراحني منظومات نرتي في كسما أسرتي هاسيا ثم صلاته على المختار إيجاسني فارو ربي هاتو فارو ربي كربين جماعة والآن كيست فارسسوني هاتو على المختار نبي مرت أما إرت محمد عليه الصلاة والسلام ثم صلاته على المختار الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى أكما جدام دوبا ثم صلاته صلاة جتون كن ربي إرى يود في ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى جدا إسام فسروا لته يوج على جدا علماءني كأك محمد بن صالح العثيمين جتشا أبو العالية كبخاري نقله إساسان أسيت دبتني أكس جتشو لته على جدا ثم صلاته على المختار نبي مرت أما وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو صفوة خلقه كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث واثلة من الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ربي سبحانه وتعالى فليجرا إلمان إبراهيم إرى إسماعيل فله إلمان إسماعيل إرى كنانا فله كنانا إرى قريش فله قريش إرى بني هاشم فله بني هاشم كيسانا فله جاء الرسول عليه الصلاة والسلام رواية مسلم أديسان كيست دوبا ناظمين رحمه الله تعالى عتتي ثم صلاته جئ ثم الأنفده الحمد لله القديم الباري ثم جئ التي تفيد التراخي ثم تراخي كنتو تراخي يعني الرابود آنو ككنتو ربي مفارسيك ثم صلاته جئ ثم وصلاته هنجن بك ثم جئ مال جنان درجان جدو خالقاتي في مخلوقا غرغر وان تاتيف أدام فقو وان تهف كناف ثم تراخيتي اللفظي كنفلته في دي جنان دوبا ثم واصل رحمه الله تعالى منظومته فقال وبعد بعد هذا الحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيغا ربي فارفني صلوات نبي رتبوفني هاك سيرة الرسول هاك بمعنى خذ فد جد آجرة نهن داف كالناجرة نما إسا برباد دافته هن دافو كالناجرة هاك بمعنى خذ فد سيرة الرسول سيرة رسولا فد سيك الننا سيرة رسولا فد سيرة جتون أكما بيكم وهي الحالة التي يكون عليها الإنسان أكا لغاتي حال نمني رت جراتون سيرا جدا أكا اصطلاحات التأمو سيراني رسول ربي تت عليه الصلاة والسلام اركفمتو تاتي في الاصطلاح ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى السيرة لغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة لكن إذا أضيفت السيرة للرسول عليه الصلاة والسلام فهي ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الاصطلاح
وفي الاصطلاح ذكر أخبار النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. سيرة الرسول سيرة رسولا جدي دبته maaf nabiyyi jechuu dhabe rasuula jedhee dubbate siirata rasuuli rasuula jechuu gaafa rasuula jedhe fa kullu rasuulin nabiyyun walaysa kullu nabiyyin rasuulan namni nabiyyi tahe rasuula jechuu hin dandeenyu namni rasuula tahe ammoo falaa budda min kawnihi rasuulan rasuula ta'uu irraa hin jiru garaagarummaan rasuulaatii fi nabiyyi ar-rasuul huwa insaanun dhakarun hurrun uuhiya ilayhi bishar'in jadiidin وأمر بتبليغه رسول جتشون أكنا نبي جتشون أمو هو إنسان ذكر حر أوحي إليه بتجديد شرع من قبله وأمر بتبليغه قراقر ما الرسول في نبي رسول جتشون نما كتاب بالماتها روان نفه كمحمد وعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام نبي جتشون أمو نما شريعة نبي رسول إسدرا سنجبيس ودافدوفه كيوشع وغيره عليهم الصلاة والسلام إسا كنيني وبعدها كسيرة الرسول منظومة حال إسين منظوماتاتين نظممت تبحر إسي بحرا رجز الرتقل أكما جلق الرت إنه دبته الأرجوزة المئية أرجوزة بيتي إبا أفكيسة متأنفت جدي أكما إني دبته منظومة موجزة الفصول لها معنيان كفصلي ونسي قباب سمتو تاتججو موجزة الفصول فصلي ونسي كقباب سماته يعني وان تكون راكاتي تكون دبرو الأف باقي أدانين ترسيستو gaggabaabsitee dubbatteetuma kabiraati tarkaanfatti waan ahadan makkiyyi irraa kaatee ahadan madaniyyi daftee itti seenti gaggabaabsitee takka yookaan gabaabsamtuu fusuulaa jechuun kitaaba al-fusuul fi siirati rasuul ibnu kathiir rahimahullahu ta'ala kitaaba isaasan isii gabaabsamtuu isii jechuu tahaa jennaan eegaa nabi irra salawaata buusee فارو ربي تنجل قبي جده اتئان سودان قال رحمه الله تعالى مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل مولده ألون رسول عليه الصلاة والسلام في عاشر الفضيل كورنيسا باتي جالا تأيت باتين جالان سني ربيع الأول ربيع الأول انكته باتي ربيع الأول كورنيسا إساء دلته جدة مع اختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى بعدي وروت سيارة رحمهم الله تعالى رسول عليه الصلاة والسلام باتي ربيع الأول بولي سديتفا دلته والرجل تجر باتي ربيع الأول تربفا دلته والرجل تجر باتي ربيع الأول سقلفا ودلته جدو تجر باتي ربيع الأول كدا لمفا دلته رسول ربي عليه الصلاة والسلام والرجل يادو تأكنا خنا لفكاو تجر دوبا كان كيسا أكما ناظمين رحمه الله تعالى دبته هدو بر إن كيسا دلتس برا أرباح برا أبرهان أربتي دولسان سبب نساء أنه بنى كنيسة في صنعاء فسماه كعبة صنعاء إن كيستي تابوت وهي إجارة مقايسا كعبة جدي اتباسه أبرهان نمني مال قد هجي غرا مكة كان أجياء غران أسهادي فتو جدي أكس قد نمتي وهي قسمان إسا هميسيتي بني كنانا إرادو كعبة إني كعبة جدي كان سيني حاجة نمummaadha yookiin sagaraa keessatti bahe mana isaa kana laambubee tolchee ajeesse biraa bahe abrahaan wayita achi ka'ee dhufu manni isaa ka inni ka'baa jedhee ijaare sun hin ajaahu ufinna man kaleessu duuba achirratti namni waan kana dalage
ani waan kana ijaaree jennaan hinaaffaa gosummaatiif dhufee waan kana na harkatti laaffisuu yaade waan taheef ka'baan diigamuu qabdi ta Makka keessa jirtu sun jedhee qaama ب60,000 جندي من الأحباش waraana nama 60,000 qabatee ka'e deemee dhufee falammaa balaga waadii muhassir waadii muhassir laga jedhamu deemee tama ga'e laga dadhabsiisa beekamaadha warri hujjaajni kennaa warri achi dhaqan ni beekan waadii muhassir laga san dhaqee wayita achi gahe arsala Allahu ta'ala alayhi xayran abaabiil rabbiin isarratti erge allaattii والفان ديمت متتابعات ترميهم بحجارة من سجيل كإسان دربت أجا ركئ إبدان قبمة لا لسه كيستي جبنا كيستي أجا كنته ور سيارة ور تاريخا لكانسون إبد جهنم كيستي كان ود مجأن فجعلهم كعصف مأكول سبحان الله دوبا رسول برسن كيس دلته جچودا بوتان رسول برين كيس دلته برا ابراهان 4 ساتين ابرهة بن الصباح الاشرم برا اني تدول سن برسن كيس دلته ربيع الاولين كيس دلته guyyaan ammoo guyyaa kamii 12ffaadha moo 9ffaadha moo 8 moo 7 moo akka khilaafa jedhamu kanatti maal fakkaata yoo jedhamu وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه السيرة في كتابه صحيح السيرة وفي شهره أقوال جاء رسول كيس لالته كيستي جتشي علماء قرنون إساني واللبا حيون علماء والرسيارة قرنون إسان قجيسا بككنا كيستي واللبا ذكرها ابن كثير في الأصل يعني البداية والنهاية ابن كثير كتاب إسا البداية والنهاية جد كيستي دبتيجر وكلها معلقة بدون أسانيد مرت إسيتو معلقات سندا ملتي لفكايمت متقل إمام الألباني رحمه الله تعالى حاسوا إساء مال الراقله والجمهور على أنه في 12 منه والله أعلم قيان النكيسة لالته قياكو لما فعل بيك كمان جمهور علماء برت كرقود علماء برت جتشوران براقله لكن وهذا الاختلاف في تحديد اليوم الذي ولد عليه الصلاة والسلام فيه من شهر ربيع الأول قيا كانت على رسول لجاني كلمت قديك أبون سديتفت قديك أبون سقلفت قديك أبون ور رقاد أن في دي أكست هاسيو لا يترتب عليها حكم شرعي حكم شرعي وهيتو يسنقبته ونن يسرى قون تكل له نجر قيا سقلفت على مال فايدان حكم شرعي لتي وني بدو مالي حكم شرعاك اتررأ مال الني لا يترتب عليها حكم شرعي وإلا لو كان يترتب على ذلك حكم شرعي أو عمل مشروع دلقان قيا رسول التي أكنها دلق موك أبو جدامو وصو سبتي كجيرو تأي رسول قيا أن الإنسان أكنا قد أجتشون وصو جراتي صحابان قيا رسول التي إنسان أكنا قون أجتشون وصو كجيراتو تهي لقال دلقا رسول الآمن سنيف سقنا قياسا دلقا صحابان دلقا ترتسنيف سلا قياسا سقنا لكن أمو بك دلقان هنجرت بك رسول قياك يأكنا قد أجلني الآمني هنجرت بك صحابان قياك يأكنا قد أجلني الرتي دلقاني هنجر كيستي واني نتقيان كان تهوك أباكو ألما سديتي سقلي جنة يسرتي واني أفروف هنجر مالي جنان wannummaan qaraa guyyaan kun wallaalameefu dalagaa wahiitu irra hin jirreef wallaalame guyyaan kun kanaaf ulamaa'anii taariika keessatti wal dhaban kanaaf
ومن جزم قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله في هذه على هذه المنظومة ومن جزم بيوم معين من شهر ربيع الأول أنه هو يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل واضح عنده على ذلك الجزم. نمني قويا كان جدي قويا سديتفا سقلفا كل لمفا جدي لفكاي قويا دلوت رسولا جدي نمني جل مري لفكاي رغان التنجر دليل التنقب كان أفجتشا أحكام في كيسة متأنفت وان إن قبني أفجتشا واني قويا سنبيكو رتي أحكام الشريعة كإني نقبت ويتو هنجرو كان بيكم برباچسا وانتوني هدونا موكا قويا كل لما جاني دلغان توكو تجر. الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ألوت رسولاتين والقهي أماني أتشرت وانتوني أدى دلغميك ألمي جدا مكانا كيست إذا كان الرتي وان جدا متوكتو يوجر علماء رحمهم الله باي أسرت هاسياني دبتني جرا يادو تتوكتوك رقاق قرتني أكسم أما اللي تاريخ قرتني جرا. الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام من البدع المحدثة بدعة الرأي وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنبي كم برباچس نتي نحن أهل السنة والجماعة إذا حكمنا على شيء وأنت كرت يوم مرتيسن وأنت كرت يوم هاسين نقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرانك إن كرا سلفات وأما غير أهل السنة والجماعة ور أهل السنة والجماعة هنتاني وأنت كقافة يوم مرتيسن أين تكسر يوجي أنين قال فلان قال فلان قال فلان إمام إسانيك اتئركة وهي كفانا ديما وهي إذا سنقبتني قال فلان فنحن الحمد لله ربي كينياف قالني هاتو كان قال الله تعالى قال رسول الله ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وماذا فعل التابعون وماذا فعل أتباع التابعون وماذا فعل العلماء الأجلاء الكبار كان أكنا نجتش سيسي ربي كينا فهاتو وروني أمو قال فلان قال فلان ورجل أني أمو جتش كان الرتج اتشاني ديماني قال فلان نين رقانا ما انتهو الراديبون برباچي سادا چالان وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد ليس في القرون المفضلة جارا سدن كيسن جرو دلوتا رسولا كبجون جارا سدن الفاتا كرسول ربي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني چالان نما ور جارا ان كيس جروتي ثم الذين يلونهم ايغسني وروتا اسانتي آنن أمة تابعة اتبانا ثم الذين يلونهم ايغسني وروتا اتآنن بركنا كيستي تكا مولد رسولا دلون رسولا كبجميهم بيكو دلقميهم بيكو كما بين به كثير من العلماء الأجلاء المقيمين للسنة والقامعين للبدع رحمهم الله تعالى كالحافظ ابن حجر مولدني هندهن كابو جتشو حافظ ابن حجر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إساني في نمون إسام مليجرانيس إبسانيجران ميجت شيخ الإسلام واي كان رتي هذا كيف إن شاء الله تعالى شيخ الإسلام أسرت وانجئا الاحتفال بالمولد النبوي بدعة لا تجوز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله تكا رسول لعمري إساكي ست دلقين بيكم مولد وهكذا خلفاؤه الراشدون بكبؤون إساك جعل فمتون كرسول لكراج راق أبدا جأن سنس دلقنين بيكن وهكذا العلماء وولاة الأمور أنقون موتم اللي زمن سن كيست دلقنيهم بيكن زمن سدن كان كيست جارة سدن كان كيست وإنما حدث بعد ذلك بسبب الشيعة أتشبودة في سببا شيعاتيف
ومن قلدهم فلا يجوز فعله ولا تقليد من فعله كناف مولد دلقون هم برباچس نما إسدلق جل ديمون الله هم برباچس انتهى كلامه رحمه الله من كتابه اقتضاء الصراط المستقيم كتاب إساك جد مكيستي إبسيجرة العلامة رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية قامع البدع كبدعة داف مدوشة هي سنة داف مو فراشة هي سني أكنت هي دبتيجرة رحمه الله تعالى كان مليس علماء رحمهم الله أكا أمالي علماء أهل السنة كيسا الشيخ العلامة الأصولي الفقيه النحوي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وكذا إمام أهل السنة والجماعة في زمانه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وكذا الشيخ دكتور صالح الفوزان والعلامة ابن كثير صاحب التفسير وأعجب من ذلك الأئمة الأربعة إمام من أفرن إمام الشافعي إمام مالك أبو حنيفة إمام مالك إمام أحمد بن حنبل جري أفرن كنين مولدني أكا هنجرته دبتني جرانيس إبساني جرانيس وأنما أجائب سيسو كان أفجتش مولدان تبتون مولد رسول جاني تبتون وان رسول الران أفين وان صحابة الراهن أفين جتشو أسر أرغنا سينا بيكم برباچسا نمن جلقب مولد دلقين يني أول من احتفل المولد النبوي الفاطميون في عام وقال إبا سقالي في سقالتمي جهاتمي سقال كيست دلقامي مولين هجا جلقبهم عمري نساء وقا كما تكوف شنتمي شنجتشا لإن قد دلالت كان أفجتشا علماء قرقودان أتشي أسر فانيس أمة تابعاتي أسيت أتباع تابعاتي أسيت فانيس دلقاني هنجرا كان وانت هيفجتشا إن شاء الله ولما قالت مولدا كجد أمي دلقا مسوني بدعاته نساء بكما دا درسي كينا كترباني أسرتي جيسيني جرا هنگا تربان درسي براتين ولدتي ديبنوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته